السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين على قناتي على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر. طبعا رية التفطير مع عزيق السبلة مع اليوريا والسوبر، وبداية موسم جديد، بداية موسم من فترة راحة طويلة 6 شهور ونص. فترة راحة طويلة جدا، 6 شهور ونص مريحين، يعني نازلين نخدم النهاردة زي ما انتم شايفين كده. دي الخدمة يا جماعة كده، ان شاء الله باذن الله كده زي ما انتم شايفين كده بادئين كده. احنا طبعا معانا كبرنا في النظافه هنا ابو جناوي. ان شاء الله المحصول باذن الله. احنا بدايه خدمتنا كده ابو جناوي، صح؟ ان شاء الله. تمام. امانه سباخنا واحلى مستوى ان شاء الله. والريا يا مدير، ايه رايك في التين عامه يا ابو جناوي بما يرضي الله؟ والله التين بما يرضي الله اللي هو بص، هتتحاسب عليه قدام ربنا. في مثل في الصعيد بيقول لك ايه؟ انفتكم صغار فعلكم على الخضار. ده زي تجاره خضار. لا والله. ايوه ماشي يا ابو جناوي، حاجه مفيده مش وحشه. طبعا معانا عم خميس اول سنه يشبط معانا في التين. ابو منة حبيب الكل. احنا بنعمله كده يا ابو جناوي، بننظف يا ريس. ننضفه ايه عشان الناس تعرف بس؟ لا نظافه التين عشان خاطر انت هتدي التين هيديك، صدقني تمام هيديك خير كتير، تمام. بقل تكاليف. يعني احنا بنطلعه الحاجه الواجعه واللي متكسره. كل حاجه سيئه التين تبقى ما فيهاش جنبها اي حاجه عشان ما تعطلش العامل وهو بيجمع. وهو داخل يجمع التين وكده. بس انت بتجمع معانا في الموسم يا ابو جناوي، صح؟ ايوه حصل. ايه رايك في جمع التين؟ 100 100. ايه رايك في فلوسه؟ صلاة النبي. تستنى الموسم ده ولا لا؟ اي والله كله بيستناه. لا والله. وموسم الجمع عليه لان ده اشبه بزرعه ليمون. بدل ما تطلع رجيعه وسلطان وكذا مرحله ده بيطلع خيره مره واحده. اللهم صل على النبي يعني. انت فاهمني؟ خير. طب بيفيد الكل، صح؟ بيفيد الكل طبعا. احنا طبعا عم خميس ما جمعش. لا لسه عم خميس مشتاق من السمع. لسه ما ضاقش فلوس. مشتاق والله يا باشا بنسمع عن تين سمع خير يعني ان شاء الله. لا والله. والله العظيم هتجمعوا السنه دي معاك؟ ان شاء الله. والله ان شاء الله. لا انا عايزينه يجمد بقى عم خميس. زي ما انتم شايفين كده، ده يا جماعه الري. واحنا بننضف كده، يعني الباكيه دي كده بننضفها كده، بنطلع منها الحاجات اللي واعمل العماله، بحيث ان كل حاجه تبقى ماشيه كويسه. زي ما انتم شايفين ده الري يا جماعه، ده التفطير بقى. احنا اهو السبله اهي، لو تلاحظ في الارضيه السبله والسوبر واليوريا. اليوريا طبعا دابت من الميه، فالعزاء بتنزل بقى تقلب السبله دي يا جماعه. طبعا الناس المحترمه اللي معانا دي زي ابو جناوي كده، الناس يعني بتستنى موسم التين الشوكي زي ما هم بيقولوا كده. طبعا في خير ولقمه عيش كويسه جدا. يعني زي ما انا بقول يا جماعه، التين الشوكي مصدر اكل عيش للكل، يعني زرعه مباركه من الاخر. ودي من فتره راحه، يعني احنا راجعين للشغل من فتره راحه طويله، يعني 6 شهور ونص. تخيل عندك مزرعه 6 شهور ونص ما فيهاش شغل نهائي، لا بتنزلها ولا بتعملها ولا بتروي ولا اي حاجه خالص. هو ده التين الشوكي، ودي مميزاته ودي الميزه اللي احنا بنتكلم فيها، ان انت تقدر تدير في ريحه شغلانه، تقدر تدير في ريحه اي جانب تاني. فدي مميزاته يعني. فان شاء الله يعني ايه، موسم خير. وده اللي بنقدمه للناس. انا مش بقول لكل الناس تزرع تين، انا بقول للناس اللي عندها، ممكن يكون واحد اللي عنده زراعه تانية بيستفيد بيها، زي جار كده مثلا مانجا، بيحب يزرع مانجا، هو حر، فانت حر في قرارك. لكن التين احنا بنزرعه للناس اللي حابب تين شوكي، واللي فاهم تين شوكي، واللي مادياته ما تسمحش، واللي ظروفه ما تسمحش، اذا كان في شغلانه تانية، اذا كان موظف، اذا كان مسافر بره. هي دي الفكره. يعني تلاقي الاداره بسيطه جدا، المتابعه بسيطه، عندك عامل يقدر يعمل كل حاجه. لو عندك عامل ما عندوش ضمير، تقدر انت تحضر معاه التسميد فقط، والريح يروي. فدي المميزات يعني. فربنا يبارك للجميع يا رب. انا كل خطوه ان شاء الله اقدمها لكم. وده العزيق يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده، بنعزق ورا الري على طول وخلاص كده. طب هننروي امتى؟ لسه قدامنا 15 يوم او 20 يوم كمان ريه كمان، اللي هي الريه بعد التفطير. واحنا بنروي 8 ريات في السنه، اللي هم عباره على الصيف لحد 15/6. بنروي ال8 ريات دول او ال9 ريات دول. دي تكاليف التين، بسطتها لك وحللتها لك. انا مدي قد ايه ال5 فدادين دول اليوريا؟ 14 شكاره، سوبر 20 شكاره. احسب تكلفتهم على 4 تسميدات او 3 تسميدات بالوضع ده على 5 فدادين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.